2024 كانت سنة كويسة سينمائيا، ما كانتش أعظم حاجة، كانت سنة يعني متواضعة شوية بس ما كانتش أسوأ حاجة برضو في نفس الوقت. كانت سنة 7/10. كان في أفلام كتير وحشة وفي نفس الوقت كان في أفلام كتير كويسة. فيلم أو فيلمين بس هما اللي كانوا فعلا جامدين يعني. وأنا بحضر القائمة اكتشفت قد إيه إن السنة دي كانت حرفيا متوسطة بشكل كبير قوي، وده يعني حاجة مش وحشة. القائمة دي أفلام أجنبي بس ما فيهاش أفلام عربي. ومبدئيا برضو علشان الكومنتات، أنا ما شفتش فيلم جلاديتور وفيلم ذا فول جاي وتشالنجر وانسايد اوت. القائمه دي هيكون فيها افلام زي لونج ليكس وكينجدم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس وتراب ودون 2 وديدبول اند وولفرين وتويستر وسبستانس وسمايل وتريفاير وفريوسا وبلاتفورم 2 وكوايت بليس وسيفل وور. مبدئيا كده يا جماعه، الافلام اللي انا قلتها دي احنا محتاجين دلوقتي نطلع 3 افلام منهم. تمام. اول فيلم حاسس ان هو بصراحه ما كانش افضل حاجه في ال 13 فيلم دول. هو مبدئيا كده 13 فيلم كلهم كانوا كويسين، بس في افلام بصراحه ما حبيتهاش، والقائمه دي حسب تفضيلي الشخصي. انا مبدئيا كده حاسس فيلم تويستر ما كنتش مترابط معاه عاطفيا بشكل كبير، ما حبيتوش قوي. وفيلم بلاتفورم 2 بلاتفورم 1 يا جماعه كان فيلم عظيم. بلاتفورم 2 بالنسبه لي كان فيلم كويس بس ما كانش بعظمه بلاتفورم 2. بلاتفورم 1 لو كان موجود في القائمه دي كان هياخد مركز كويس قوي، بس بلاتفورم 2 بصراحه ما حبيتوش قوي. محتاجين كده فيلم بصراحه، موضوع صعب قوي. حاسس ان الافلام كلها فعلا كويسه. لونج ليجز، لا لونج ليجز كان فيلم كويس. كينجدم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس، فريوسا بصراحه صعبه، وتريفاير حبيته، سبستانس حبيته، تراب حبيته، سمايل 2 كان فيلم كويس. هي صعبه بس انا اختار كوايت بليس، ما حبيتوش خالص. الفيلم ده كان بصراحه بالنسبه لي واقع بشكل كبير وما حبيتوش ولا ارتبطت معاه بشكل كبير يعني. نبتدي القايمه ونبتدي بالمركز العاشر. المركز العاشر في القايمه دي حاسس ان هو ممكن يكون هو مبدئيا كده يا جماعه يعني زي ما واضح انا مش محدد بشكل مسبق يعني الافلام اللي هتاخد مراكز معينه. انا بعملها دلوقتي معاكم بشكل ارتجالي كبير يعني. حاسس ان الافلام دي اقل فيلم فيهم هو تريفاير 3، مع انه والله كان فيلم كويس وكان الرعب فيه معمول، كان فيه حاجات جديده وحاجات مقززه بشكل كبير، وفعلا كان فيلم مرعب قوي وحبيته للامانه يعني. بس في نفس الوقت الافلام اللي هنا لا، في افلام احسن بكتير قوي، وكرعب بالذات في افلام رعب افضل بكتير قوي منهم سمايل وسبستانس بصراحه عجبني قوي. انا ما اتكلمتش عنه في حلقه منفصله، كنت موقف يوتيوب وقتها، بس سبستانس بصراحه كان خطير، كان حلو قوي، حبيته يعني. في المركز التاسع من الافلام دي كينجدم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس. حاسس ان هو يعني الافلام اللي فوق كلهم احسن منه. فكينجدم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس كان فيلم حلو وفي شخصيات كتير كويسه واندمجنا معاها، وحاسس ان هو هيكون فيه اكتر من موسم يعني، او اكتر من جزء جاي، وحبيته. بعد كده في المركز الثامن فيلم ممكن فريوسا برضه يعني هما الاثنين برضه كانوا نازلين في نفس الوقت وعملوا نفس الضجه كده مع بعض. فريوسا كان فيلم حلو قوي، كان فيلم حلو قوي قوي. بس في هنا يعني عتاوله بصراحه، في حاجات هنا احسن بكتير. في المركز السابع حاسس ان ممكن في المركز ده احط سمايل 2. سمايل 2 كان فيلم حلو، وكان فيلم فيه حاجات كتير قوي في الرعب حلوه وجديده ومختلفه، بس حاسس ان ده يعني مقداره يعني حاسس ان لا، اللي فوق احسن منه بكتير. في المركز السادس فكره ان الخمس او الست افلام دول كلهم فعلا افلام قويه جدا، فالموضوع صعب بالنسبه لي، بس ممكن احط فيلم تراب مع انه فيلم حلو قوي وعجبني قوي يعني وانا في السينما، اللي هو لا ده فيلم جامد، ده فيلم حلو. نحط فيلم تراب في المركز السادس. في المركز الخامس بقى هنا نبتدي في التوب 5. حاسس ان في المركز الخامس ممكن نحط لونج ليكس، بصراحه كان فيلم حلو قوي وكان عوده قويه جدا بصراحه. في المركز الرابع هو فيلم ديدبول اند وولفرين، كان فيلم حلو بس في نفس الوقت حاسس ان الثلاثه دول احسن منه بالنسبه لي بصراحه. في المركز الثالث دون 2 كان فيلم برضو زي ما قلت كويس قوي، وكان فيلم قوي. مش عارف ليه في ناس كتير قوي ما حبيتوش، بس انا حبيته بصراحه. سيفل وور في المركز الثاني كان فيلم عامل ضجه كبيره قوي وقت ما نزل، وعجبني قوي بصراحه، وكان فيلم قوي جدا وفي حاجات كتير قوي. القصه بتاعته كانت حلوه، كل حاجه فيه كانت حلوه. سبستانس هو اللي في المركز الاول، الرعب بتاعه والقصه بتاعته والاخراج بتاعه مش طبيعي. انا بالنسبه لي بصراحه افضل فيلم في سنه 2024 هو فيلم سبستانس، كان فيلم جامد جدا وحلو قوي وقوي جدا، وزي ما قلت الاخراج بتاعه بصراحه كان فوق الوصف. انا مستني بصراحه اشوف افلام اكتر للمخرج بتاعه. بس ودي كانت القائمه بتاعتنا السريعه بشكل كبير. الفيديو مش هياخد 6 دقايق او 7 دقايق يعني بحد اقصى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا يعني ما تشتمونيش قوي في الكومنتات. قولوا لي القائمه بتاعتكم سنه 2024 كانت عامله ازاي، وقولوا لي ايه الافلام اللي انتوا حبيتوها. قولوا لي قائمه حتى من 5 افضل 5 افلام اتفرجتوا عليها في سنه 2024.
اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.